السلام عليكم. هنعمل خلية نحل هشة زي القطن في منتهى الجمال. مكوناتها بسيطة جدا بس هتطلع معاكي انجح واحلى خلية نحل ممكن تدوقيها. تعالوا نسمي الله. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة ويلا نبدأ. اول حاجة محتاجة كوباية من المية الدافية، وانا هنا مستخدمة مج الشاي العادي جدا. هحط عليها باكت من الخميرة ما يعادل 12 او 10 جرام. هحط عليها 3 معالق من السكر الحبيبات اللي هو سكر الشاي عادي. احط عليها 3 معالق من الحليب البودر وده بيعزز النكهه جدا، وهقلبهم كويس جدا مع بعض بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هنزل هنا بتلت كوبايه من الزيت وهقلبهم كويس جدا. وهنا كده خلصت معايا المكونات السايله سهله جدا. هحط هنا حوالي 3 كوبايات من الدقيق وهسيب نص كوبايه، يعني انا محتاجه 3 كوبايات ونص. هحط 3 كوبايات الاول من الدقيق وانخلهم كويس جدا. هحط رشه من الملح وهبدأ ان انا اعجن. لو احتجت نص كوباية كمان وده بيكون حسب احتياج الدقيق، في دقيق بيشرب السوائل كتير وفي دقيق لا، وانا هنا كنت محتاجة نص كوباية تانيين، فهبدأ ان انا احطهم وانزل على مفرش العجين. دلوقتي عايزة اقولك على حاجة، روحي اشطفي ايدك كويس جدا وسيبي العجينة تستريح 3 دقايق وارجعي لها تاني. هتلاقي العجينة بتتعجن معاكي بمنتهى السهولة. العشر دقايق اللي احنا محتاجين نعجنهم، ومش هتقطع معاكي ومش هتاخد وقت ابدا في العجين. هنحتاج ان احنا نعجنها حوالي 10 دقايق كويس قوي، وهنلاقي العجينه ملزقه بسيط قوي بس مش بتلزق في الايد كتير، وده اللي احنا عايزينه. عجينه ملساء طريه جدا بتلزق في الايد وفي نفس الوقت هي ملمومه معايا وفي منتهى الجمال. لميت العجينه ودهنتها بزيت وهحطها كده في البوله وهسيبها تخمر. وبعد ما العجينه بقى خمرت، تعالي اوريكي الجمال والحلاوه ده. بدأت ان انا انزل منها التخمير الزيادة وابدأ ان انا اكورها كور صغيرة، كل كورة ما يعادل 20 جرام. يعني هتكوريها كده بالنظر قد بعض. حلوة جدا، والعجينة مش محتاجة ان انتي ترشي اي دقيق وده اللي انا عايزاه. جبت صينية مدهونة زيت وتبدأي تحطي فيها الحشوات. هفرد كده كل كورة وادخل فيها الحشوة كويس جدا، واهم حاجة انك تقفلي عليها كويس جدا. انا كنت بكتر الحشوة لان انا عايزة احس ان انا باكل حشوة مش باكل عجين. هتبدأي تكوريها كده وتحطيها في الصينية. طبعا هتبدأي تبعديهم عن بعض بمسافة صغيرة لانها لسه هتنفش، ولسه كمان هتنفش في الفرن. بدأت كده اكور الكور بالمنظر ده. طبعا معتذر عن الصوت لان في خبط جامد في الفيديو، ولكن يا رب يكون واضح معاكم في التصوير. بدأت ان انا احشي كل كورة وابعدهم عن بعض بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وهسيبها تخمر تاني. بعد ما خلصت كده لمدة تلت ساعة هغطيها واسيبها تخمر، وبعد ما تخمر هنشوف بقى هندهنها ايه. انا عندي حليب او يعني لبن عادي جدا من التلاجة ساقع. هبدأ ان انا ادهن بيه. شوفوا ما شاء الله خمرت ازاي، خصوصا ان انا اغطيها بمفرش العجين. ومفرش العجين ده بيخلي الحرارة زيادة فبتخليها تخمر بسرعة. هدهنها بحليب عادي جدا، تقدري تدهنيها بشويه ميه بلبن بودر، تقدري تدهنيها بصفار بيضه عليها رشه من الفانيليا، تقدري تدهنيها بشويه نسكافيه عليها حليب او ميه زي ما انت عايزه. هسيبها كده او هدهنها كلها قصدي باللبن، وهرش عليها شويه من السمسم. مشغله النار على درجه حراره 200 لو الفرن بتاعك واطي، لو الفرن بتاعك عالي قوي 180. وهدخلها علشان تستوي وتاخد اللون الحلو من فوق ومن تحت، وكمان تستوي كويس جدا من جوه وما تبقاش معجنه. وبعد ما استوت هبدأ ان انا اول ما تطلع على طول هدهنها بشوية مية بعسل نحل او شوية مية بسكر. تقدري تكبي عليها لبن مكثف محلى. لو انتي مستخدمة الحشوة عدمة، يعني الحشوة لو جبنة مثلا بتاعت حشوات عدمة او قشطة او كريمة او شوكولاتة، تقدري ان انتي تكبي عليها لبن حليب مكثف محلى. ولكن انا هنا دهنتها بشوية مية بالعسل النحل لان انا مستخدمه حشوه حادقه. وغطيتها علشان تطرى، وبعد ما غطيتها لمده 5 دقايق معاكي اطرى واهش واحلى عجينه خلية نحل. تقدري تدوقيها وتاكليها بجد مش هتبطلي، تاخدي واحدة ورا التانية مع كوباية شاي مع فنجان من القهوة. تنفع للفطار وتنفع للعشاء وتنفع كمان في اللانش بوكس. حلوة جدا ومكوناتها كانت بسيطة جدا جدا، بس هي عايزة تريكات. ما تنسوش شير الفيديو واترككم في رعاية الله، واتمنى ان انتوا تجربوها، ولو جربتيها اكتبيلي في الكومنتات ده هيسعدني جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.